تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام أينما تكونوا وأنتم تتابعون برنامج آرت نيوز من على شاشة AUC الفضائية. في هذه الحلقة تشاهدون دشني مراد تستعد لتصوير أغنية جديدة في بريطانيا. أحمد عبد الوارث في كردستان للتعاقد على عاشقة النيل. وأيضا ساموزين يطرح ألبوم الورد الأحمر ليلة رأس السنة. وأيضا في هذه الأخبار ابنة مايكل جاكسون تدخل مجال التمثيل. تستعد المغنية العراقية الكردية المعروفة دشني مراد الملقبة بشاكيرا كردستان لتسجيل أغنية مصورة باللغة الإنجليزية بعنوان افتح عينيك في بريطانيا. واكتسبت شاكيرا كردستان شهرة واسعة في العراق بعد أن سجلت قبل نحو عامين أغنية بعنوان شيكيواوا لحساب شركة روتانا. أمام جمهور نحو 4000 شخص توافدوا من لبنان ودول عربية عدة قدمت السيدة فيروز أغنيات من قديمها والجديد في حفل غنائي أحيتها في ساحل علمة شمال بيروت مساء الجمعة، وتميزت بحوارات غنائية بينها وبين الكون. بفستانها الأبيض الفضفاض البراق عند صدر أطلت فيروز على جمهور غصت به قاعة مسرح بلاتيا الجديد في أولى حفلاتها الأربعة المبرمجة على هذا المسرح. وقدمت فيروز حوالي 15 أغنية موزعة على فصلين، في حين أدى الكورس الذي ضم 8 منشدين مجموعات أخرى من أغنيات فيروز، منها على مهلك ولاقونا يا أهل الدار ومركبنا على المينا، وكذلك أغنيات من مسرحيات نجلها زياد الرحباني. أقام الفنان اللبناني رامي عياش حفل عشاء في بيروت لإطلاق كليب أغنية طال السهر أو مجنون كما عرفها المستمعون، الذي صور في دبي تحت إدارة المخرجة إنجي جمال. واستغرق التصوير 5 أيام في محطة المترو الجديدة في دبي وفي برج العرب وفندق إدريس. والفيديو كليب هو بمثابة هدية لجمهور رامي عياش اختاره في استفتاء على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك
أن تصور هذه الأغنية بالتحديد. حول رامي الذي يلعب دور الحارس الشخصي الذي يغرم بابنة رئيسه ويقيم علاقة معها، وفي أحد السهرات تتعرض لمحاولة اغتيال. أعرب الفنان راشد الماجد عن اندهاشه من الشائعات التي ترددت في وسائل الإعلام وبعض المنتديات الإنترنت، وأعلن أنه ينوي اعتزال الفن نهائيا وإطلاق لحيته والاعتكاف بقية حياته. ونفى الماجد نيته اعتزال الفن، مؤكدا أنه لم يفكر في هذا الأمر من قبل ولن يقدم عليه، مؤكدا أنه فنان ملتزم منذ طفولته، نافيا أن يكون الفن عالما من التسيب واللامبالاة من الفنانين والفنانات. دارس طبعهم وفاهم قصدهم وجه له، أنا صاحي لهم وعيني عنهم مش غافلة، دارس طبعهم. وتابع الماجد الفن رسالة إنسانية تبعث على السلام والأخاء والمحبة بين الناس، شريطا أن لا يكون فنانا مبتذل. ما قربتهم إلا الهدف ثاني، وغض الطار عن العذال بالعاني، ما قربتهم إلا الهدف ثاني، وحققت بقربي منهم، أنا صاحي لهم. وضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الورد الأحمر المقرر طرحه مع بداية العام الجديد، وكان من المقرر طرح الألبوم في سابق عيد الأضحى، وتم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب بعض الجمل الموسيقية الجديدة التي تم إضافتها على بعض أغنيات الألبوم. مشاهدينا، نحب وصلنا وإياكم إلى الأخبار الفنية الدرامية والسينمائية والتلفزيونية. يتوجه الممثل المصري أحمد عبد الوارث إلى كردستان العراق خلال أيام لإنهاء تعاقدات فيلم عاشق الليل الذي يتناول حياة الشاعر نازك الملائك. وقد كشف عبد الوارث أن الفيلم الجديد سيكون إنتاج مصري عراقي مشترك من تأليف الشاعر العراقي المقيم في القاهرة خضير ميري وبطولة فنانة عراقية. بحضر لفيلم كبير إن شاء الله مصري عراقي عن شخصية عراقية اسمها نازك الملائكة، عاشت في مصر وارتبطت ما بين مصر والعراق، وحقول بقى فيها كل الحاجات اللي احنا. المؤلف خضير ميري ده مؤلف عراقي مع بشير الديك السيناريست المصري، والمخرج هيكون شريف عرفة إن شاء الله. في تجربتها الجديدة أسماء، تثبت الفنانة التونسية هند صبري أن اختياراتها الفنية دخلت في مرحلة جديدة أكثر نضجا، حيث قدمت في هذا الفيلم واحدا من أجمل أدوارها على الإطلاق. وعلى الرغم من انتهاء تصوير العمل بالكامل قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه يمثل ثورة فنية وثورة على عادات وقيم مجتمع بالي. نفت الفنانة منى شلبي تعمدها لإثارة غضب السعوديات من تصرفاتها في الملتقى السعودي اتحاد الدول العربية في مكافحة الأيدز الذي يقيم في الرياض.
وكانت نساء سعوديات اعتبرن منا قد أساءت لهن من خلال ارتداء العباءة السوداء وهي تتجول في الملتقى وتدخن السجائر، واعتبره عدم اكتراث واهتمام بالعادات والتقاليد. وعلقت منا قائلة: لم أقصد الإساءة للسيدات، وارتداء العباءة هو أكثر دليل على احترامي للعادات والتقاليد. وتابعت قائلة: أما عن التدخين فالموضوع أخذ أكثر من حجمه، واعتبرت أن تدخين السجائر هو أمر شخصي يتعلق به. يبدو أن التجربة المغربية التي قدمها الفنان إبراهيم الحربي في مسلسل كريمة فتحت له أبواب الاشتراك في عمل مغربي آخر لم يصرح عن اسمه بعد، لكنه أشار إلى أنه سيكون مسلسل اجتماعي ضخم يضم نخبة كبيرة من النجوم العرب والخليج ومصر والأردن والمغرب. ومن المتوقع أن يعرض العمل الجديد في شهر رمضان المقبل، مؤكدا أنه مختلف كليا عن كريمة، وفيه العديد من المفاجآت التي سيعلن عنها بمجرد الاتفاق النهائي عليه. كريمة كريمة يلا يلا. وعن سبب مشاركته في عمل مغربي للمرة الثانية، أشار الحربي إلى أن استخدام اللهجات المغايرة وخاصة المغربية يعمل على تقريب وجهات النظر وتقريب الثقافات والعادات والتقاليد، وهو شيء جديد ويحوي الدراما الخليجية التي تبحث دائما عن التنوع حتى تتميز. عبارة عن سيف وفصاحة لسان، لكن اليوم سلاحك هو المال. المال هو سلاح العصر. اجي حبيت نتكلم معك. حبيتي تتكلمي معي؟ خير تكلمي. علاش كتعاملني بهذه الطريقة الغريبة؟ غريبة؟ وين البيجامات؟ طلعي لي بيجامة لو سمحتي. نشوف لك هي فين. كريمة خلاص. شنو سيدي، تأخرت عليك وغضبتي مني؟ لا خلاص كريمة، خلاص تعبت وابغى ارتاح، خلاص شكرا. عيان بغيتي مساج؟ لا مشكورة. أثار الفيلم المغربي عاشقة من الريف والمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش عاصفة من الانتقادات الحادة التي اتهمته بالضعف والرداءة والبذاءة، وبأنه يفتقد لكل مقومات الإبداع الفني التي تتيح له التنافس في المسابقة الرسمية لأحد أكبر المهرجانات السينمائية في العالم. واعتبر نقاد سينمائيون أن هذا الفيلم الذي أخرجته نرجس النجار يعرض بضاعة فاسدة تساهم في تشويه السينما المغربية لاعتماده على استهداف كرامة المرأة، ولتضمنه جرأة زائدة وإثارة مجانية وكلام فاحش بزعم أنه يروم تحطيم التابوهات الاجتماعية وتكسير القيود التي تكبل الحرية في السينما. يواصل عدد من النشطاء تدشين عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدعو لمقاطعة فيلم ريكلام للفنانة غادة عبد الرازق مع قرب عرضه في السينما خلال إجازة نصف العام الدراسي. وقال أحد الناشطين أن حملاتنا لمقاطعة الفيلم مستمرة، وهي في تزايد لما يحتوي من مشاهد مثيرة لغادة عبد الرازق وباقي بطلات الفيلم، بالإضافة إلى أن غادة تأتي ضمن القائمة السوداء للفنانين أعداء الثورة 25 يناير. قالت الممثلة الأمريكية لينسي لوهان في أول مقابل لها منذ إيداعها السجن الشهر الماضي لانتهاكها شروط خضوعها للمراقبة في أحكام سابقة إنها تعلمت أن تكون مسؤولة عن أخطائها. وقالت بطلة فيلم فتيات حقيرات إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية خلصت إلى أننا مسؤولون عن أنفسنا وأفعالنا. وأبلغت لوهان التي اعتقلت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة بتهمة القيادة تحت تأثير الخمرة وحيازة مخدرات وسرقة إنه كان ينبغي عليها التصرف بشكل مختلف خلال فترات المتاعب الأخيرة. وأضافت قائلة: إذا نظرت للماضي كنت سأستمتع على الأرجح وأخذ بالنصيحة من الناس الذين أعجب بهم.
رفع رجل مولع بأفلام الخيال العلمي دعوى قضائية ضد المخرج جيمس كاميرون يتهمه فيها بسرقة فكرة فيلم أفاتار الذي حقق أرقاما قياسية على شبابيك التذاكر. وذكر موقع TMZ أن رجلا يدعى إيريك رايدر كان يعمل في شركة الإنتاج الخاصة بكاميرون، واقترح عام 1997 فكرة لفيلم بيئي لأبعاد ثلاثية حول استعمار شركة قمر بعيدا ذا طبيعة أخاذة. يذكر أن أفاتار تبدأ باريس جاكسون التي تبلغ من العمر 13 سنة ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون أولى خطواتها في عالم الفيلم، حيث ذكر موقع مجلة بيبل الإلكترونية أن باريس ستقدم دور البطولة في فيلم خيالي بعنوان جسر لندن والمفاتيح الثلاثة. وقال منتج الفيلم أنها تريد أن تصبح ممثلة، أنها تريد تقليد والدها وتقدم شيئا جديدا للعالم، لافتا إلى أن نصف إيرادات الفيلم ستذهب لصالح المدارس. من ناحية أخرى ظهرت باريس وهي ترتدي ملابس لاعبة كرة قدم انضمت إلى فريق المدرسة لتثبت أن الفتيات قادرات على السيطرة في هذا المجال، وهي أول فتاة في تاريخ مدرستها في لوس أنجلوس تنضم إلى فريق كرة قدم. دجني مراد تستعد لتصوير أغنية جديدة في بريطانيا. أحمد عبد الوارث في كردستان للتعاقد على عاشقة النيل. وأيضا ساموزين يطرح ألبوم الورد الأحمر ليلة رأس السنة. وأيضا في هذه الأخبار ابنة مايكل جاكسون تدخل مجال التمثيل. مشاهدينا أحبة، وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آرت نيوز. تقبلوا تحياتي وتحيات المصور الأسدي مهند. في أمان الله.